السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنا كده كان عندنا طماطم طرية كده، كانت بقالها فترة عندي في التلاجة، فقلت لازم استفاد منها بدل ما ارمي طماطماية بطماطماية. لا، غسلتها ونضفتها وقطعتها قطع كده في الحلة، هي تستوي منها فيها. وكنا هنعمل مسقعة بقى كده النهاردة. البتنجان كده قشرناه وحطينا عليه ملح بس عشان يصفي المية بتاعته وما يشربش زيت. كده هقلل البتنجان بتاعي الكمية كلها. وده كان عندي بصل ضرباه في الكبة بتاعتي كده ناعم، ومخرطة حبة فلفل كده محترمين للمسقعة بتاعتي. هدي كل ده تقليبة كده مع بعضه. لما كل الحاجات دي تتبل سوا هوريك هنعمل فيها ايه. شاف شقوطة كده حلو ومحترم، ضربناه في الخلاط ورحنا طشينا بيه البصل والفلفل ده، وهسيبه يدبل، يعني يتسبك معايا على النار. والطماطم بتاعتي دي كده بعد ما اتسلقت على النار استوت، والميه دي كلها انا محطتلهاش ميه، هي اللي بتصفي ميه لوحدها. هنا كده حبة زيت محترمين، حطيت عليهم شوية توم كده مثلا بتاع مقدارين 5 6 فصوص مثلا او اكتر. هي حتة توم لان احنا بنهرس التوم كله وبنشيله في علبة في الفريزر، بناخد منه قطعة بقطعة يعني. وهقليها كده معاكم، وهعمل بقية الطماطم دي صلصة بتوم. كانت حكاية وبتسهل عليكي اي اكلة بسرعة عايزة تعمليها، تكون عندك الطماطم جاهزة ومتسبكة. نزلت كده بالطماطم بتاعتي، ولما بتسلقيها بتديها السلقة دي بتنجز معاكي، ما بتاخدش وقت على النار اكتر. هنا كده بصوا، الحاجات دي اتسبكت معايا. دي معلقة سكر، حبة كزبرة ناشفة، حبة فلفل اسمر، وحبة ملح. والسكر في الصلصة والله العظيم ما بيخليكيش عندك حموضة، ما بيخليش يعني الواحد كده عنده حموضة، ولو الطماطم جازعة معاكي بيخليها مسكرة وحلو. كده هقلب البتنجان بتاعي بعد ما قليت الكمية بتاعتي كلها، وهسيب الصينية دي بتاعتي على النار تتكتك كده مثلا بتاع 5 دقايق، وبعد كده احطها في الشواية بتاعتي تاخد وش. ولو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة، ويا رب تكونوا دايما في سعادة، ومن سعادة لسعادة لسعادة اكبر على قلوبكم. هنا كده بصوا سويتها خلاص، كده هسيبها بقى يعني تستوي شوية كده على النار، يعني تاخد بتاع 5 دقايق مثلا. هنا كده الطماطم بتاعتي بعد ما خدت كمية الطماطم وضربتها في الخلاط، فاضل المية بتاعتها صفيتها، حطيت عليها ملح وشرباية دجاج. بقى احسن مية كشري، مكرونة مية، كشري شارع زي ما بتسموه. احنا بنحبه بصراحة، يعني احنا عندنا بنحب الكشري ابو مية ده جدا. يعني ممكن ما ناكلش اكلات معينة وتلاقينا بناكل مية، مكرونة بمية، فبيبقى وهم. بصوا صينية المسقعة بتاعتي خطيرة، شكلها اقسم بالله خطيرة. كان عندي بقى حبة كركبة كده في الحوض، مكان طبعا بقى الطماطم وتجهيز الاكل والكلام ده كله. هروقه كده واخليه زي القمر بالشكل العسل ده، واقول لكم باي، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.